موضوع الوحدات الشاغرة يا دكتور عاصم، ال2 مليون اللي انت اتكلمت عليهم، ما لم يكون فيه يا جماعة قانون يخلي الناس تنسى ثقافة الخوف على الوحدة السكنية اللي ممكن تديها لحد، هتفضل الفكرة دي غير قابلة للنجاح. واخد بالك يا دكتور مصطفى؟ لأن تشكل ثقافة خلال السنين اللي فاتت الخوف على الوحدة السكنية. ليه؟ لأن طبعا المحامين والقضاء والقوانين كانت بتبقى تقف دائما عقبة ما بين إحساس بالاطمئنان الشديد لصاحب الشقة أو صاحب البيت، وبالتالي هو بيفضل إن هو لا يبيعها أو يقفلها. يقول لك أنا أخد مثلا إيجار 500 جنيه ولا 1000 جنيه في الشهر لمدة سنة، ولما يجي ما يدفعش، أو لما يجي أقول له أنا عايزها ما يديهانيش، طب خليها أحسن بناقص ال1000 جنيه كده. يعني ما لم يكون في قانون قوي حاسم سريع للموضوع ده هتفقد ال2 مليون. بالمناسبة يا دكتور عاصم، هم ال2 مليون دول لو انت قلت المتوسط بتاعهم القدام 500,000 بكام؟ تريليون جنيه. انا بقول كلام مظبوط؟ تريليون جنيه. يعني انا بفقد تريليون جنيه كفرصة، وبفقد ان الناس يتسهل لها، لان طبعا اكيد الوحدة دي مش هيكون ايجارها زي الوحدة الجديدة، هتبقى تكلفتها اذا كانت وحدة ب3000 هياخد هنا 1000 ولا 1500، وبعدين هي بتبقى في وسط الكتلة السكانية، يعني كمان فرصتها اريح للناس اللي موجودين قريبين منها. احنا بنفقد ده. انا مش بعاتبك انت، انا بعاتب نفسي وبنعاتبنا كلنا. طب ليه النقطة دي ما بيتمش نقاشها بشكل كويس؟ وانا بقولها لكل اللي بيسمعني بما فيهم اعضاء الحوار، لان بيجي مثلا يقول لك ايه، تعالوا نخش نعمل نقاش في تغيير العلاقة بين المالك والمستأجر للإيجارات القديمة. للإيجارات يا دكتور القديمة. يوم الناس تقول لك ايه، لا دي مكتسبات اوعى تقرب. يا حبيبي انت بتتكلم الناس اللي عملت المكتسبات دي، اقول كلمة صعبة هقولها، الله يرحمهم، ماتوا من زمان، واللي موجود دلوقتي احفادهم. طب هم كانوا يشكلوا قد ايه في الكتلة السكانية اللي اتنفذ فيها القانون من الوضع الحالي؟ اذا انت بتتكلم على كتلة سكانية القانون ده اتنفذ فيها سنة 62 ولا 62؟ مش كده؟ 62. طيب من 62 اللي كانوا موجودين ساكنين دلوقتي، اللي كانوا ساكنين ساعتها واستفادوا من العلاقة ديت والتخفيض اللي تم، هو مدى الحياة، مدى حياتهم وحياة أبنائهم وأبناء أبنائهم، ولا الموضوع ينتهي بقى؟ إنما تبص تلاقي أنا بشوف النقاش أقرأ في الجرايد وأسمع في البتاع يقول لك لا مكتسبات والناس غلابة. يا راجل ده الناس ماتت واللي بعدهم ماتوا ولسه أنت ماسك في الموضوع.